سبقنا في الفيديوهات السابقة وقلنا لكم باللي حكاية المدربين وهذيك اللجنة اللي راح تخير وكذا هذه كاع خزعبلات. يعني ما كان حتى اسماء، كاين واحد راهم راح يديروه في روسهم وجايبينه متفاهمين معاه ويخرج عليهم على قسطهم، ومعزوزية وكشفهم. يعني نتحدى واحد يخرج للمعزوز يقول له راك غير تكذب، كلامك مو صح. خليكم مع الفيديو. يعني كان له مشوار مميز مع المنتخب الوطني. هيرفي رونار الذي لديه خبرة كثيرة. السؤال هذا تساؤل عن السؤال تاعك. والله العظيم اللي يسمعك نتايا شغل رئيس الفيدراليه عنده الشوا، هم اللي سيفيهم يطيحوا له، والناس كاع حبوا يخدموا في الجيري. ما كاش اسماء مقترحه. لماذا لا يحبون العمل مع الجزائر؟ ما تكذبوش على الشعب. ما كان حتى اسم مقترح، سيدي شي بوزيسيون. واش بغينا حنايا؟ رانا نتكلموا واش حبينا. هادو العصابه عندهم ان اونترينور في راسهم. مي وليد صادي قال لك جو في مدوني لو طون، وهذا راي حكيم، ما يتسرعش. جو بونس با يدير لانه كل شيء باسكو على بالو بليك مسؤوليه كبيره. انت اقترحت جوج اسماء. انا الذين في الساحه الاعلاميه، انا لا اتحدث بطريقتي. يعني قلت لك اللي كاينين في الساحه الاعلاميه مصطفى. حنايا لي زونترينور يديروا لاشين باش يحكمونا. علاش ما يحكموش مصطفى؟ خليني انا. خليني